محدش يقدر يختلف على رايان جيجز كلاعب، وكمان مش لاعب عادي، ده واحد من أفضل اللاعبين اللي جم في تاريخ نادي كبير جدا زي مانشستر يونايتد، وواحد من أفضل الأجنحة اللي جم في تاريخ الدوري الإنجليزي كله. ده غير إنه واحد من أكتر اللعيبة تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم عموما، ب 35 بطولة مع مانشستر يونايتد في 24 سنة لعبها معاهم في الفترة ما بين 1990 ل 2014. ده طبعا غير الجوائز الفردية اللي خدها طوال مسيرته. فلما هنتكلم عن الخيانة خصوصا مع لاعب زي رايان جيجز، أكيد كلامنا مش هيكون في الكورة، خصوصا إن هو قضى مسيرته كاملة مع نادي واحد وهو مانشستر يونايتد لمدة 24 سنة. الموضوع كله هنا بيتمحور حوالين اللي بيعمله رايان جيجز خارج المربع الأخضر. بطل قصتنا النهارده هو رودري، الشقيق الأصغر لرايان جيجز، واللي كانت فيه علاقة خيانة بين زوجة رودري وبين رايان جيجز استمرت لمدة 8 سنوات. 8 سنين كاملين من غير ما يعرف رودري أي حاجة عن العلاقة اللي كانت قايمة بين زوجته وبين رايان جيجز، وقبل ما يعرف كمان كان رودري دايما بيوصف أخوه رايان جيجز للإعلام بأنه هو ذي نساء وأن نقطة ضعفه الوحيدة هي المرأة. القصة بدأت في سنة 2003 لما رايان جيجز اتعرف على ناتاشا في أحد المقاهي الليلية في مدينة مانشستر، وبعدها بشهرين اتنين بس بدأت قصة حب بين رودري أخو رايان جيجز وبين نفس الفتاة ناتاشا، واللي استمرت قصة الحب دي لمدة 7 سنين انتهت بالجواز لما أعلنوا ميعاد جوازهم وهو في سبتمبر سنة 2010. وكل السنين دي كانت العلاقة مستمرة بين رايان جيجز وبين ناتاشا في السر، لحد ما جه شهر إبريل سنة 2011 ويقرر رايان جيجز إن هو يوقف العلاقة دي بشكل كلي، ومن بعدها تقرر ناتاشا إن هي تنتقم وتدمر حياته نهائيا. عشان بعد فترة قليلة جدا من محاولات ناتاشا إن هي ترجع علاقتها السرية تاني مع رايان جيجز، تقرر إن هي تكشف العلاقة كلها لرودري أخو رايان جيجز. وكمان في سنة 2013 تقرر إن هي ترفع دعوى طلاق على رودري. غير كده كمان إن هي استمرت في فضح نجم مانشستر يونايتد، وقالت لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن هي قبل أيام قليلة بس من فرحها على رودري اللي كان في سبتمبر 2010 قامت بعملية إجهاض لطفل رايان جيجز. غير إن علق وقتها كمان داني ويلسون أبو رايان ورودري لنفس الصحيفة وقال إن ابني، وقصده طبعا هنا على رايان جيجز، لا يمكن أن تثق به أبدا فهو زير نساء. وقال كمان إن موضوع النساء وحبه للسيدات ده مش هو العيب الوحيد فيه، قال كمان إن ابنه يعتبر شخصية مملة وإن هو ضعيف الشخصية جدا. من الآخر يعني ناتاشا وأبوه وأخوه فضحوا رايان جيجز حرفيا. وده اللي خلى أبوه كمان يطلع سنة 2018 بتصريحات لنفس الصحيفة، وقال إن هو بيشعر بالعار بعد ما عرف إن رايان جيجز اتولى القيادة الفنية لمنتخب ويلز. كل المشاكل دي كانت سبب في انفصال رايان جيجز عن حب عمره ستاسي كوك، واللي كان تم الزواج بينهم سنة 2007 وتم الانفصال سنة 2017. وده اللي خلى ستاسي كوك تشعر بكره شديد جدا لرايان جيجز، ويخليها كمان تقدم دعوى قضائية وتقرر إن هي تستحق 48 مليون جنيه استرليني من ثروة رايان جيجز الصافية. ولكن طبعا في المحكمة وبسبب شهرة رايان جيجز ونفوذه وشهرة ستاسي كوك برضه قدروا إن هم يخفضوا المبلغ ويوصلوا لحل يرضي الطرفين. وطبعا حاول رايان جيجز خلال الفترة دي من سنة 2011 لحد 2020 إن هو يصلح على قد ما يقدر العلاقة بينه وبين أخوه الصغير رودري، لحد ما رودري فعلا ابتدى إن هو يقدر يرد على جيجز ويقدر إن هو يتكلم معاه والعلاقة اتصلحت بينهم إلى حد ما. ولكن المشاكل الشخصية اللي عند رايان جيجز وحبه للستات وحبه للخيانة ما انتهتش، لأننا ما زلنا حتى الآن وحتى وقتنا هذا بنسمع إشاعات كتير جدا بتطلع من اللاعبين اللي جيجز بيكون بيدرب الفريق اللي هما بيلعبوا فيه. غير كمان إن تصريحات من لاعبين كتير جدا من منتخب ويلز طلعت على الموضوع ده بخصوص رايان جيجز، لما قال قائد منتخب ويلز جاريث بيل إن لو أنت عندك صديقة أو حبيبة نحيفة وشعرها بني فيجب عليك إن أنت تبعدها خالص عن مقر التدريبات وتقلق جدا من رايان جيجز. يعني الراجل حتى بعد كل اللي حصل له ده مازال مفضوح ومازال عنده نفس العيب. والقصة دي كده هناخد منها عبرة قد إيه إن الخيانة والستات ممكن يعملوا إيه في شخص معين. ولو ما اتعظتش من القصة دي فممكن ترجع تشوف حلقة دانيال دي روسي اللي هتطلع لك فوق دلوقتي وتشوف برضو المرأة عملت إيه في حياته. وبس كده، ده اللي كان عندنا النهاردة، ودي قصة النهاردة عن رايان جيجز الخائن الأعظم في كرة القدم. وأشوفكم الحلقة الجاية، سلام.